يعني بهذا السؤال، هل الربيع العربي سوف ينتهي عند سوريا أم هناك ما بعد سوريا؟ والله احتمالات. يعني شوف، إذا جاء في الحكم الإخوان في سوريا، فمنطقة الخليج، وأنا يعني أرشح يمكن تكون ربما السعودية، يستقوون فيها. قد لا يعني يتمكنون من عمل شيء، لكن تقوى شوكتهم ويصيرون نموذين لإيش؟ للحكومة السعودية كمجموعة أكبر تجمع إخواني في المنطقة. يعني أكبر تجمع إخواني الحين موجود في السعودية؟ نعم، أكبر تجمع إخواني موجود في السعودية؟ في السعودية. ما في شو اللي صار؟ أيوة، شو اللي صار في نحن يعني الإمارات والسعودية؟ لما جاءوا الإخوان من بلدانهم يقولون أنهم إيش اضطهدوا قبل 35 سنة. نحن ما كنا نعرف نواياهم ولا شيء، فأخذناهم كرجال دين عمايم واستقبلناهم استقبال طيب، حطيناهم في إيش؟ منشآت التعليمية. يعني هو هناك صفقة سياسية. خليني أكلمك. هذين الأشخاص مع الأسف الشديد جو في السعودية وجو في الإمارات، وعملوا تكوينات شبابية وجماعات شبابية يعلمونهم كيف يحيى حسن البنا، لا يعني يحيى رئيس الدولة أو ملك الدولة أو إيش أو شيخ الدولة الخليجية. يعلمونهم كيف إيش يحبون المرشد، ولا يعلمونهم كيف يكونوا إيش مطيعين لولاة الأمر عندنا. يعني لو علمتنا مثلا الشخص وقلت له لابد أن تحيي وتحب محمد بن عبد الوهاب مثلا، أو الشيخ عبد العزيز باز، أو فيها مشكلة؟ أصبح الآن هذا عندك بعد ما علمته ناكر وشاكر لإيش؟ لمرشده. أصبح يعني أنا لما أحب بن باز بن عبد الوهاب أصير منكر لا 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 أصلا هاي تنظيم، هذه شوف، هاي كيانات دينية ما لها في السياسة شيء، ما لها لعب في السياسة. الإخوان عندهم يلعبون يعني بخطوة ونص. يعني المفروض انه الاسلام يفصل عن السياسة. لو انهم بس جماعة دين، ما في مشكلة طال عمرك. لا، سؤالي، هل المفترض انه الاسلام يفصل عن الدين او يفصل عن السياسة؟ هل تعلم ان الاخوان يستخدمون الدين ولم يخدموه؟ انا سؤالي، هل المفترض ان يفصل السياسة عن الدين؟ نعم. هذه علمانية. طيب بقول لك شيء واحد. تقول شوي تقول الشريعة. لا اقول لك خليك الان